شوف علي جواد بعد المباراة شلون تخلص هاي ما ادري شو رايك؟ كارثة والله، يمكن راح يموتنا. هذه الابتسامة الأخيرة لمصور قناة الغدير علي محمود وثقها مع زميليه المراسل الحربي علي جواد والمخرج علي عبد مفتن قبل أن يسقط صريعا أثناء تغطيته معارك تحرير منطقة كحيلة في الجيارة جنوب الموصل. عائلته وزملاؤه من الإعلاميين شيعوا جثمانه وسط حزن شديد في منطقة الزعفرانية ليلة أمس ليوارى جثمانه الثرى إلى مثواه الأخير. علي جواد المراسل الحربي في قناة العراقية يرقد حاليا في مستشفى الكاظمية ويعاني من إصابات خطرة بعد استهداف تنظيم داعش مركبتهم بصاروخ حراري، وتحدث للحر عن اللحظات التي وقعت فيها الحادثة. استغلوا وقوف السيارة فضربونا صاروخ حراري اسبي جناي او كورنيت ما اعرف بصراحة، لكن هو صاروخ حراري. اصبت انا بشظايا معظم الجهة اليسرى، يعني من بداية رأسي إلى أخمص قدمي كلها شظايا، وعندي كسر بدية وثقوب برجلي وبخاصرتي. علي محمود تم نقله بطيارة خاصة لأن كان وضعه محرج، يعني رجلي اثنيناتن تقطعت. علي عبد مفتن مخرج برنامج الرد السريع أصيب بالهجوم أيضا وكان يعيش صدمة لرحيل رفيقه، وبدأ يستذكر شجاعة المصور علي محمود حتى بعد بتر ساقيه ويحثهم على إكمال التصوير. كان حريصا في توثيق أغلب معارك التحرير وانكسار تنظيم داعش. العاصفة أخذت مكان أبعد من يمه، فهو قال لي علي يمكن الصوابت، فأنا باوعت علي أن هو رجلي فقد رجلي اثنين هين بس ما يحس بحرارة الصواب. فبعدها انفتح الباب، انه بقيت انا بين حيرة انه علي جواد بالهمر والهمر بدت تشتعل وعلي محمود مصاب وبدون رجلين، فبقيت انه لحظة اسحب علي جواد اقدمه واللحظة الثانية ارجع على علي محمود واسحبه، فقال لي لا ترتبك، الشهيد قال لا ترتبك صور. أبو رقية كان يناشد الأحبة بالاعتناء بابنته الوحيدة قبل رحيله، وبهذا انضم المصور الحربي علي محمود إلى قائمة شهداء الصحافة. أما زميليه فهما بحاجة إلى عناية طبية فائقة لاستعادة عافيتهما بأقرب وقت. زياد نهاد، الحرة، بغداد.